الفيلم ديالنا كيبدا مع كاري ومرتو كارين وبناتو اللي مازال صغار، وكنشوفوهم كيوجدوا في راسهم حيت خارجين باش ياخذوا البنات الصغار شي كادوات. وملي كانوا غاديين في الطريق حسوا بشي حاجه ماشي هي هذيك وشافوا الهليكوبترات دايزين من فوق منهم. وملي خدموا الراديو سمعوا منظمه الصحه العالميه كتقول باللي واحد الفيروس بدا كينتشر بالزربه في العالم كامل. وفي واحد اللحظه داز واحد البوليسي وهرس ليهم المرايه ديال الطوموبيل وهو يهبط صاحبنا باش يجيبها، وفي نفس اللحظه طلب منه بوليسي اخر يدخل الطوموبيل وما يعاودش يهبط منها. ومع ركب صاحبنا في الطوموبيل وسد الباب، داك البوليسي دخل فيه واحد مول الكاميو بقى غادي يجرو كيدخل في الطوموبيلات اللي واقفين وسط الطريق، وهو يقرر صاحبنا يتبعه من اللور باش يسلك معاه من الزحام اللي كاين. وملي كان غادي يتابعوا دخلت فيهم واحد الطوموبيل وهما يهبطوا وكملوا على رجليهم، وكانوا كيشوفوا في الناس كيتجاراو وها اللي كيتعض وها اللي كيتحول وها اللي كتدخل في شي طوموبيل وكتقتلو. المهم كل واحد وشنو كان كيطرى ليه. ونكملوا مع صاحبنا واللي مشى كيجري هو وعائلته، ركبوا في واحد الكرفان وعلقوا بيه. وملي كانوا شادين الطريق وحده من بناتهم تخنقت وكان خاصها ضروري الرابوس ديالها واللي طاح ليها فاش كانوا في المدينه. وكنشوفوا صاحبنا صونا ليه واحد خونا سميتو تيري، وقال لي باللي هما محتاجين ورجع للخدمه عاوتاني وباللي غيصيفطوا ليه واحد الهليكوبتر باش تجديه هو وعائلته. وصاحبنا وافق وقطع معاه لابيل، وموراه دازو لواحد سوبر ماركت باش يقلب هو البنت على الدواء ديالها ومرتو تقلب على الماكله. وفاش كانت مرتو كتجمع في الماكله هجموا عليها واحد الجوج، ولكن جا هو قتلهم واعتقها. وملي خرجوا من داك السوبر ماركت لقاو بلي الكرفان تشفر وهما يقصدوا واحد العماره، وصاحبنا صونا على تيري وعطاه العنوان ديالو وقال لهم باللي ملي يجيبوا الهليكوبتر غيلقاوه هو وعائلته كيتسنى فيهم في السطح. وملي وصلوا ودخلوا لديك العماره صاحبنا سد الباب الرئيسي وطرقوا مزيان، ولكن واخا هكاك الزومبي قدروا يدخلوا كانوا يشدوه هو وعائلته. غير الزهر اللي وقف معاهم وحلت ليهم الباب واحد العائله ودخلتهم. وفاش كانوا جالسين مجموعين سمعوا في الراديو الدوله كتطلب منهم يبقاو في ديورهم ويخليوا الماكله اللي تكفيهم لمده 2 سيمانات على الاقل. وهذا الشيء حيت انتشر واحد الفيروس اللي خطير بزاف في البلاد كامله. والمهم دازت ديك الليله وفاش جا الصباح صاحبنا فاق من الناس وبدا كيلوي في المجلات على ايدو، وهذا الشيء باش الى عضو شي زومبي ما يطرى ليه والو. وموراها تحرك هو وعائلته قصدوا السطح، ولكن ملي كانوا طالعين في الدروج هجموا عليهم الزومبي. وصاحبنا فاش كان كيتقاتل معهم دخل ليه الدم ديال شي واحد فيهم في فمه. وملي قدروا يهربوا منهم ووصلوا للسطح خونا مشى وقف في الحاشيه ديال الحيط، وهذا الشيء باش الى تحول ينقز من تما ويموت. ولكن في الاخر ما تحولش. وفي واحد اللحظه تصدموا ملي شافوا ولد الناس اللي كانوا جالسين معهم طالع عندهم كيجري، وقال لهم باللي ملي مشاو هجموا عليهم الزومبي وقتلوا والديه وهو هرب لهم غير بالزز. وفي اللحظه اللي كانوا داوين فيها وصلت الهليكوبتر وهزتهم جمله، وموراها داتهم لواحد السفينه كبيره في البحر واللي عايشين فيها غير الناس الطبيعيين. وكان تيري كيتسنى فيهم تما، وملي وصلوا داهم باش يوريهم البلاصه اللي غيرتاحوا فيها. وموراها تجمع هو وصاحبنا وقال ليه باللي الرئيس مات والنائب ديالو غابر وما عارفينوش فين كاين. وملي مشاو لقاعده التحكم تصدموا حيت شافوا باللي الفيروس كينتشر في العالم بواحد الطريقه اللي سريعه بزاف. وكنشوفوا الناس اللي كاينين في داك المركز كيقلبوا على المصدر ديال الفيروس باش يلقاو ليه شي لقاح. ومن بعد كنكتشفوا باللي المصدر ديالو هو كوريا الجنوبيه. وكنشوفوهم قرروا يصيفطوا الطبيب ديالهم فاس باخل تما باش يلقى ليهم اللقاح. وتيري قال لجيري باللي خونا مازال صغير وخاصو يمشي معاه باش يرد ليه البال ويحميه. وزاد قال ليه باللي الا ما بغاش يمشي مع خونا وما بغاش يعاونهم ما غيكون عنده حتى شي دور في السفينه، وديك الساعه غيخصهم يخرجوه منه هو وعائلته. وما لقى ما يدير صاحبنا وهو يوافق انه يمشي مع خونا، ولكن قال لهم باللي في المقابل خاصهم يحميو ليه مراته وبناته. وموراها كنشوفوه مشى يتوادا مع مرته عطاها واحد التليفون باش يبقى يدوي معاها بيه. وموراها شدوا الطريق هو وفاس باخ وبداو قاصدين كوريا الجنوبيه. وفي الطريق صاحبنا طلب منه ما يزيدش شي حاجه من مخه وقال ليه باللي خاصو يبقى غير تابعه حيت هو اللي مسؤول على الحمايه ديالو. وملي وصلوا ما قدروش يلقاو البلاصه اللي كيهبطوا فيها الطيارات، وهذا الشيء حيت ما كاينش شي واحد اللي مازال حي باش يعاونوا. والمهم بقاو مضاربين حتى هبطوا في واحد الخلا وهو يهجم عليهم واحد الزومبي. وفاس باخ تخلع وبغى يهرب ولكن استقزالق، وملي طاح خرجت من الفردي ديالو قرطاسه بالغلط وجات ليه في راسو وهو يموت. وموراها جاو عندهم العسكر وداوهم معهم
القاعده ديالهم. وتم عرف منهم صاحبنا باللي الزومبي كيتبعوا اي صوت سمعوه، وباللي الطريقه الوحيده باش يقتلوهم هي انهم يضربوهم بالقرطاس في راسهم. ومن بعد شاف صاحبنا تما واحد خونا محبوس وسط القضبان، وهذا خونا كان من المخابرات الامريكيه ولكن تسطى مورا كاع داكشي اللي شاف، وهو يمشي عنده صاحبنا باش يسولو على شنو طرالي. وملي كان داوي معاه شافو باللي محيد كاع سنانو باش الا تحول لزومبي ما يقدر يعض حتى واحد. وكنشوفو المسطي قال لصاحبنا باللي الا بغى اجوبه على الاسئله ديالو خاصو يمشي لفلسطين وتم يسول على يورغان وهو غيعاود ليه على كل شيء. وصاحبنا حيت ما عنده حتى حل تاق بيه وقال لصحابو باللي خاصهم يتحركوا لفلسطين في اسرع وقت، وهما يبداو قاصدين الطياره ديالهم وكانوا غاديين بالبيكالات باش ما يحسوش بهم الزومبي. ولكن في واحد اللحظه كارين صونت على جيري باش تسول فيه وهما يسمعوا الزومبي الصوت وتبعوهم. وعام السيد جالس في ذاك المقر وهي ما بان ليها تصوني لي غا فاش كان دايز مع حدا الزومبي وقال لك باغا تسول فيه ترى دي باغا تقتلو هادي. المهم ما علينا ونكملوا مع جيري وصحابو اللي ضربوها بجريه موقفوا حتى الطياره وهربوا من تما. وموراها كنشوفوهم وصلوا للقدس وطلبوا الاذن باش يهبطوا فيها وطلبوا يشوفوا يورغان. ومورا ما تلاقاو معاه سولوا صاحبنا علاش هو باني حيوطه عالين وكيفاش تحس باللي غطرى شي حاجه، وهو يجاوبوا يورغان باللي الانسان بطبعه ما كيحسش بالخطر حتى كيطرى قدامه كيشوفه، وباللي يكون شحال هادي شي واحد دوا على الزومبي كانوا الناس غيضحكوا عليه وغيقولوا عليه غير هبيل. ولكن ها هي دارت الوقت وولات بصح كاينه شي حاجه سميتها الزومبي. وموراها داه باش يشوف الحيوطه العالي اللي عندهم، وفي الطريق قال ليه باللي هما كيخليو اي واحد ما فيش الفيروس يدخل. وموراها كنشوفوا كاع هادوك اللي دخلوهم فرحانين وكيغنوا بالمكبرات ديال الصوت، وهذا الشيء اللي خلى الزومبي يسمعوهم ويجهلوا باش يدخلوا لعندهم. وفي واحد اللحظه كيبانوا لينا بقاو كيطالعوا فوق بعضياتهم حتى قدروا ينقزوا من فوق داك الحيط ودخلوا، وهو يحاول الجيش يسيطر على الوضع ويقتلهم ولكن ما قدرش حيت كان العدد ديالهم كتير بزاف. وجيري ملي كان هارب مع الناس شاف واحد الراجل كبير في العمر كيدوزو من حداه وما كيديروا ليه والو، وهو يقول مع راسو باللي كاينه شي حاجه اللي هو ما فاهمهاش. والمهم بقى غادي هارب مع الناس والزومبي تابعينهم. وكنشوفوهم شدوا واحد العسكري وبغاو ياكلوه ولكن هو جبد واحد القنبله وجمع كل شي حب وتبن. وهنا جيري كان كيسحاب ليه باللي ربح شي شويه ديال الوقت، ولكن مع دار بانت ليه واحد الموجه ديال الزومبي جايه مكبوبه عليه، وهو يعوج الرويده من واحد التخيله وضربها باحسن جريه. وملي كان هارب عاود شاف واحد الدري صغير حتى هو كيدوزو من حداه الزومبي ولكن ما كيديروا ليه والو، وهو يفهم باللي فيهم شي حاجه هي اللي كتخلي الزومبي ما يقيسوهمش. وفاش كان طالع في شي دروج هو والجيش اللي كان معاه هجم عليهم واحد الزومبي وعض واحد ختنا حتى هي من الجيش سميتها سيكين من ايدها، وهو يهز صاحب ناموس وقطع عليها ايدها بالزربه باش ما ينتشرش ليها الفيروس في الجسم ديالها كامل. وموراها كملوا طريقهم للطياره ديالهم باش يهربوا بها، ولكن ملي وصلوا لقاو باللي البيلوت هرب وخلاهم، وهي تبان لخونا واحد الطياره ديال الرحلات العاديه وهو يقصدها باش يهربوا بها قبل ما يموتوا. وملي طلع ليها صون على تيري وقال ليه باللي شاف شي وحدين الزومبي كيدوزوا من حداهم وما كيديروا ليهم والو، وقال ليه باللي خاصو يفهم هاد القضيه باش يلقى شي حل، وبغاه يقول لي فين جا اقرب مركز طبي حيت باغي يمشي ليه ضروري. والمهم وراه ليهم اللي كانوا غاديين كان واحد الزومبي في الطياره وما شافتوش المضيفه وهو يجمع عليها وعضها، وترونات القضيه ديال بصح وهو يسمعهم صاحبنا وبدا كيحاول يفصل بينهم وبين البلاصه اللي انتشر فيها داك الفيروس، وطلب من الركاب يسقلوا وما يديروش الحس. ولكن واحد خونا طاحت ليه واحد الباليزه وهم يسمعوا الصوت وهجموا عليهم. وهنا صاحبنا ما لقى ما يدير وهو يهز واحد القنبله ولاحها على البلاصه اللي فيها الزومبي، وهي تطير واحد الجهه من الطياره والزومبي بداو كيتجروا وكيطيحوا منها، والطياره حتى هي طاحت. ولكن صاحبنا هو وساكين بقاو حيين ومشاو يقلبوا على المركز الطبي، وملي وصلوا قدامها طاحوا بكثره العيا وسخفوا. ومورا 3 ايام كنشوفوا تيري خرج عائله صاحبنا من السفينه، وهذا الشيء حيت خونا غبر وهما ما عندهم ما يديروا بعائلته. وموراها كنرجعوا عند جيري وكنشوفوا فاق من الغيبوبه ولقى راسو مكتف وحاضينه واحد الجوج، وملي شافوه فاق سولوه شكون هو ومنين جا، وهو يقول لهم صونيو الاول نمره من التليفون اللي لقيته عندي وغتعرفوا شكون انا. وملي صوناو جاوبهم تيري وفاش كانوا داو
وين صاحبنا سولو على عائلته وهو يقول لي باللي خرجوهم من السفينه وداوهم لواحد المعسكر بري. والمهم خوتنا ملي عرفوه شكون تلقوه هو يقول لهم باللي بغاهم يعطيوه شي فيروس قوي واللي يكون عنده العلاج ديالو. وهي تقول لي الطبيبه اللي في ذاك المركز باللي عطاو للزومبي كاع الانواع ديال الفيروسات ولكن ما تاثر حتى واحد فيهم. وهو يجاوبها صاحبنا باللي هاد الفيروس بغى على قبله ماشي على قبل الزومبي، وهاد الشيء حيت هو شاك انه الا دك فراسو شي فيروس الزومبي ما غاديش يبقاو يقربوا ليه. ودوك الاطباء اللي كانوا تما تبعوه في النظريه ديالو حيت اصلا القضيه كانت حامضه وما كانش عندهم شي حل. وكنشوفوا الطبيبه قالت ليه باللي عندهم واحد المشكله واللي هي ان كاع الفيروسات خازنينهم في الجناح بي واللي عامر بالزومبي. وقالت ليه باللي كاين تقريبا شي 80 زومبي تما وباللي هما سادين الباب اللي بينهم وبين داك الجناح باش ما يهجموش عليهم. وزادت قالت ليه باللي اصلا خاصهم شي متطوع اللي يدوك داك الفيروس ويواجه شي زومبي. وهو يقول لهم صاحبنا باللي هو اللي غيتطوع وغيدير هادشي كامل ولكن غيدي مع شي واحد اللي يكون عارف الطريق ديال داك الجناح. والمهم من بعد كنشوفوهم حلوا داك الباب اللي فاصل بينهم وبين الزومبي ودخل صاحبنا هو وخونا اللي غيوريه الطريق وساقين. وكانوا كيتمشاو غير بشويه باش ما يديروش الحس، ولكن ملي وصلوا لواحد الباب وحلوه تسمع الصوت وهما يقصدوهم الزومبي وبقاو تابعينهم. وهنا اضطروا يتفارقوا ورجع داك خونا اللي غيوريهم الطريق هو وساقين للمركز. اما صاحبنا بقى هارب حتى لقى راسو في الجناح بي وهو يشوف باللي البلاصه اللي فيها الفيروسات مأمنه مزيان وكلها جاج. والمهم دخل ليها وهز كاع داكشي اللي جا على قبله. وفاش بغى يخرج لقى واحد الزومبي كيتسنى فيه عند الباب وهو يتلف وما عرف شنو يدير. وهي طيح عليه واحد الفكره وهي انه يغامر ويدق لراسو شي فيروس ويجرب الفكره ديالو. ومن بعد كنشوفوه دق لراسو داك الفيروس وبقى جالس كيتسنى حتى انتشر ليه في الجسم ديالو وعاد ناض حل داك الباب. وهنا كيبان لينا الزومبي ما دار ليه والو كان بحال كاع ما كيشوفو. وصاحبنا بدا راجع فرحان حيت نجحت ليه الفكره ديالو. وفي طريقو حل الماكينه ديال المناضه باش يدار الصداع ويدوزو من حداه الزومبي ويشوفهم شنو غيديروا ليه. وكنشوفوهم بداو جايين تابعين داك الصوت وهو كان دايز من وسطهم وتا واحد ما قرب ليه. وفي الاخر كنشوفوه رجع عند عائلته واللي كانوا في المعسكر البري. وكنشوفوا المنظمه العالميه ديال الصحه ولات كتصاوب واحد اللقاح وكيدقوه للناس العاديين باش ما يعضوهمش الزومبي. وغتسولوني على الزومبي شنو داروا ليهم، غنقول لكم بداو كيقتلوا فيهم وما كاين غير الاباده معلم. وهذا الشيء حيت ما قدروش يلقاو شي علاج اللي يعالجوهم به. حتى لهنا كيسالي الفيلم ديالنا. ما تنساوش لايك وكومونتير وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. تهلاو ليا في راسكم ونتلاقاو في فيلم جديد ان شاء الله.